حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج ناطع. وصفاتنا اليوم جدا مميزة وراح تعجبكم. راح أسوي وصفة روزيتو ورق العنب وعليها صلصة الروب مع الخبز المقرمش وحبات الرمان، شيء جدا لذيذ وطيب. وراح أسوي بعد وصفة القطايف بالتوست، جدا سهلة وحلوة وسريعة وتنفع بالوقت اللي تبون شيء حلو يكون سريع. أول شيء يلا خلينا نسوي الروزيتو. راح أوريكم المكونات. عندي هني نص مرطبان ورق عنب، غسلنا الأوراق وطحناه بالخلاط. عندي هني كوبين عيش مصري، عندي هني حبتين بصل، حبتين طماط، ربع كوب زيت زيتون، ملعقة كبيرة نص ملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة كبيرة من الملح، نص كوب عصير ليمون، ربع كوب دبس الرمان، مكعب مرق دجاج. للتزيين آخر شيء عندي علبتين زبادي، خبز محمص، رمان، بقدونس، فصين ثوم، وملعقتين عصير ليمون. تعالوا أول شيء نسوي الروزيت. الجدر هني راح أسخن زيت الزيتون وأنزل عليه البصل. نقلب البصل لين يصير شفاف. هذا الشكل. طبعا أنا مسوية اليوم الروزيتو بطريقة جدا سهلة وبسيطة وسريعة وطعمها وايد حلو. بعد ما يصير البصل عندنا شفاف راح ننزل طماط ونقلب. قلبتين كذي وننزل عليه ورق العنب، نخلطهم كلهم ونخليه كذي، نغطيه شوي، نخلي نكهات الثلاث مكونات تتشرب مع بعض. نرجع نطلع على الجدر، نستمر بالتقليب والحماس. بعد ما اندمجت المكونات مع بعض راح نحط مكعب مرق الدجاج، أنا أستخدم أورجانيك. بعدها راح نحط نص ملعقة فلفل أسود وعصير الليمون، ملعقة كبيرة من الملح، وبعدها عندنا ربع كوب من دبس الرمان. في ناس ما تحب دبس الرمان تقدرون تزيدون بعد ربع كوب من عصير الليمون زيادة. في ناس تحب تحط بالروزيتو كزبرة، شبنت، بقدونس، هذا على حسب الذوق. أنا حبيت إنها تكون سريعة وكثر ما أقدر أبسط، إنه ما يكون فيها تقصص وايد وتكون متعبة. ولكن إذا في مكون أنتم بخاطركم تحطونه بالوصفة حطوه، ما في أي مشكلة، اللي تحبونه حطوه. طبعا معلومة وايد حلوة يمكن أول مرة تسمعونها، كل ما طحنتوا الورق عنب ناعم كل ما استوى معاكم بسرعة وصار لين، لكن إذا طحنتوه طحن خشن ما راح يستوي معاكم بسرعة. الحين راح ننزل العيش. طبعا العيش المصري إذا تبون تستخدمونه حق روزيتو ورق العنب أو بشكل عام حق الورق عنب والمحاشي ما يتنقع، لا تنقعونه، بس مجرد تغسلونه وتستخدمونه على طول أفضل. أول شيء عشان حبات العيش ما تكسر، وعشان تستوي معاكم صح وتحتفظ بالنشا اللي فيها وتمتص كل التوابل اللي انتم حاطينها. فالحين نزلنا العيش، نقلب. راح نصب عليه لتر واحد من الماء الحار. راح نصب لتر واحد من الماء الحار بهذا الشكل، وبعدها راح نحرك خفيف بس عشان تندمج المكونات بشكل صحيح.
الحين شو راح نسوي؟ راح نغطيه وننطر عليه نص ساعة يطبخ على نار متوسطة لمدة نص ساعة، وبعدها كذي روزيتو ورق العنب يكون جاهز. راح نطلع فاصل ونرجع لكم عشان رجعنا لكم من بعد الفاصل مشاهدينا، وهذا روزيتو ورق العنب صار جاهز. الحين باقي بس الصوص والتزيين. الحين حق الصوص عندي علبتين زبادي روب، راح نحط عليهم فصين ثوم، إذا مو حابين الثوم لا تحطونه، يعني هذا اختياري بس عشان النكهة. وهني عندنا ملعقتين عصير ليمون. راح نخلط كل المكونات مع بعض، ما ضفت ولا شيء زيادة على الصوص، نبي الصوص يكون طعمه روب أكثر على أساس النكهات كلها في الروزيتو، احنا نبي بس إنه يعني طعم يبرز لي نكهة الروزيتو أكثر. فالحين أنا خلطت الصوص، راح أحطه على الروزيتو هذا الشكل وافرده. بعد ما وزعناه الحين صار وقت التزيين، لازم أقرب شوي عشان أقدر أتحكم. الحين عندنا بقدونس، رمان، خبز. هذيل الثلاث شغلات أنا ما راح أحطهم بشكل عشوائي، إحنا نبي نسوي كذي هندسة، تكتيك، ديكور. راح أسويهم كذي مثل لاينات، خطوط. فأول شيء نبدي نسوي خطوط في البقدونس هذا الشكل، طبعا هذا مو أساسي يعني التزيين، أنتوا تزينونها حسب رغبتكم، بس أنا أحب إنه يكون شكلها أحلى بعد. الحين خطوط من الرمان هذا الشكل، وباقي المسافات راح نحط فيها الخبز المحمص. الحين وقت الخبز. شفتوا شلون تغير شكلها؟ حلوة للمناسبات، لليمعات، عشاء العائلة، لزوارة. تقدرون تسوونها بعد على كبات صغيرة تطلع روعة. وبس على كذي صارت جاهزة. الحين متابعينا راح نطلع فاصل ونرجع لكم ونشوف الطبق الثاني اللي هو القطايف بالتوست. بعد الفاصل مشاهدينا وصفتنا الثانية السهلة واللي جدا لذيذة، قطايف بالتوست. يعني شيء سهل ولذيذ، تقدرون تسوونه بسرعة مع مطارة قهوة عربية وتجابلون المباراة، شيء خطير. بس قبل كل شيء خلوني أوريكم المكونات. أنا ما أدري ليش شلت التوست هني مستعيلة. عندنا هني توست أبيض، طبعا الكمية اللي تبون، أنا بس بسوي قدامكم الكمية اللي تبون. عندنا جبن مربعات كريمي الكمية اللي تبون. عندنا الشيرة اللي هي القطر، ولازم تكون شيرة ثقيلة عشان التوست يكون مقرمش وما يلين معنا. عندي هني ماي مع طحين عشان نسكر أطراف التوست. آخر شيء للتزيين فستق شرايح وفستق مطحون. الحين عرفنا مكوناتنا، نبدي نشتغل. في البداية عندي هني شرايح التوست، راح أرقها أضعفها بهذا الشكل، وراح ناخذ قطعة التوست نقصها كذي بالقطاعة. الحين شرايح التوست هذه مثل ما قلت لكم بالحلقات السابقة ما راح نقطهم، ممكن تجففونهم بالفرن، تنشفونهم وتطحنونهم، تسوون بقسمات أو تقصونهم مكعبات صغيرة وتحمصونهم وتحطونهم في مرطبان حق وقت الشوربة، وقت أكل الشوربة تاكلونهم مع الشوربة. الحين عندي أنا هني الجبن الكريمي، راح أحشي داخل التوست كذي في النص، وعندي هني الماي مع الطحين، راح أدهن أطراف التوست عشان تتسكر عندي بالكامل، ولما أقليها ما تتبطل معي.
ونتأكد إن إحنا قاعد نضغط عدل عشان وقت القلي ما تتبطل معاي. هذا الشكل. ونكرر. الحين راح نسخن الزيت ونكرر نفس العملية. نرق التوست ونقطع. جبنة وماي وطحين عشان نسكرها بسهولة ونسكرها. سكرناها. الحين راح أوريكم شلون نقلي توست. عندنا هني زيت على نار متوسطة. راح نحط التوست يتقلى ويتحمر لين ياخذ لون، ومن ياخذ لون راح نرفعه من على النار ونحطه في المشخال ينزل منه الزيت، وبعدها نشربه بالشعر. طبعا عيننا عليه، ننتبه لأن التوست بسرعة يتحمر. الحين عندي اللي جاهزين بنحطهم في الشيرة، ومثل ما قلت لكم الشيرة لازم تكون ثقيلة. نشربهم بالشيرة ونصفهم في طبق التقديم، نزينهم بالفستق وبكذي يكونون جاهزين. الحين راح نطلع فاصل وبعدها نرجع ونشوف طبقنا بالشكل النهائي. فاصل مشاهدينا، وهذه وصفاتنا اليوم صارت جاهزة، أتمنى عجبتكم. سويت روزيتو ورق العنب مع صلصة الروب الخفيفة، وسويت بعد أكيد القطايف بالتوست بطريقة جدا سهلة وجدا سريعة. أتمنى أطباق حلقة اليوم عجبتكم، وحياكم الله وأشوفكم على خير.